السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله يوصلكم هذا الفيديو يلقاكم بصحه جيده. الوصفه ديال اليوم ان شاء الله غادي نصايب معكم بسيطلات صغيورين. بالنسبه للمقادير هنايا عندي واحد 4 ديال البصلات كبارين مشلضين، عندي واحد الدجاجه صغيره محيده لها الجلده، عندي واحد نص زلافه ديال المعدنوس والبيض. بالنسبه للعطريه غادي تكون واحد المعلقه صغيره ديال القرفه، سكينجبير والخرقوم والملحه والابزار والزيت، واللي بغى يضيف حتى زيت البلديه تيقدر يدير ميكس بين زيت البلديه وزيت الروميه. غادي نديروا البصله واحد الكاميره ونديروا قطع ديال الدجاج، غادي نديروا سكينجبير، نديروا الخرقوم، ملح، منكتروش الملح بزاف، نديروا قرفه، غادي نضيف واحد مربع ديال الزعفران شعره، اللي عنده الزعفران شعره احسن، غادي نحكوه، ثم غادي نضيف الزيت، غادي نديرو فوق النار يتقلى. دابا درتها فوق النار، نقصت لها النار مهيله ونخليها تقلى على خاطرها باش هذيك البصله تطلق لينا الماء حتى ان شاء الله طيب ونرجع معاكم. هنا درت اللوز درتو في الماء سخون، خليته رطب مزيان، غادي ناخذو ونفسخو ومن بعد غادي نغسلو، ومن موراها غادي نديرو في واحد الزيف ونخليه ينشف مزيان باش نبدا نقليه. بعد ما نقيت اللوز وغسلته خليته تقطر في الشبكه، درته فوق واحد الزيف وغادي نخليه ينشف على خاطرو، وغادي نوري لكم الدغميره نتاعنا بعد ما نقصت عليها النار، خليتها غير في داك الماء ديالها كي جا الشكل ديالها. شتي البنات هنا منقصه لها البوطه، راها طيب غير في ديك الدغميره ديالها. غادي نخليها هكا حتى طيب ان شاء الله باش نرجعوا نحيدوا الدجاج باش نضيفوا هنايا المعدنوس. صافي البنات، هنا كما كتشوفوا معايا هو الدجاج طاب، غادي نحيدو. غادي نضيف شويه ديال الابزار حيت قبيلات نسيتو، وغادي نديرو ديك الباقه ديال المعدنوس، وغادي نبقى نحرك حتى هاد الدغميره كلها تشرب لينا. كما كتشوفوا هنايا راه غتشوف باقي شويه د الماء، ها خص هاد الماء ما يبقاش، عاد غادي نضيفوا عليه البيض. ما حدها البنات وهي فوق النار وحنايا نحركو باش ما تلصقش لينا باش ما تحرقش. كما كتشوفوا البنات هنايا هذيك لاصوص كلها شربت، وغادي نبقى نزيد البيض. بسم الله، ندير البيض وفي الساع نحرك. هنا راني زدت 7 البيضات. وفي نفس الوقت خصني نبقى نحرك باش يطيب لينا البيض. شوف راني نحرك، شتي ما كتلصقش كاع في القاع ديال الكوكوط. بعد ما طابت لينا هذيك الدغميره درتها هنايا في واحد الكسكاس كما كتشوفوا معايا هكا، كتجيب هذا الشكل هذا. درتها باش تقطر لينا الا بقى لنا شويه ديال الماء. وبالنسبه للدجاج عاوتاني حتى هو غادي نحيد له العظام وغادي نفرتتو.
تقطعوهم غير بحال هكا طريفات صغيورين. انا غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل هاد الكميه كامله ديال الدجاج ونرجع معكم باش نبداو نقليو اللوز. انا فوق النار درت الزيت بارده، ما غاديش نستناها حتى تسخن، وغادي نديرو اللوز. وغادي نبقى نحركو حتى يتقلى ليا. صافي البنات، هنايا من قليت اللوز خليته حتى برد وغادي نهرمشوه. كما طحنا اللوز كامل، هنايا غادي نزيد واحد 5 ديال المعالق كبار ديال السكر كلاصي، حيت انا ما دايراش العسل غادي ندير 5. الا كنتو ما تبغوش الحلاوه بزاف ديروا غير 3 ولا 4 على حسب الذوق ديالكم. غادي نزيد واحد المعلقه صغيره ديال القرفه، نحركوا هذا الخليط كامل. وانا غادي نقول لكم بالنسبه للبسطيله المغربيه التقليديه كينسموها بالساشي ديال ما الزهر. اللي بغى يتبع كما قلت لكم البسطيله التقليديه كيديروا فيها كاضافات، كيزيدوا ما الزهر او يزيدوا هذا الساشي ديال ما الزهر، ويزيدوا حتى المسكه الحره حتى هي كيشدوها يدقوها مع شويه ديال سنيده وكيضيفوها هنايا السكر كلاصي. بالنسبه لي انايا يعني دايراها غير للدار، ما غاديش نضيف ما زهر لان وليداتي ما كيبغيوهش، ولكن الا كانت عندكم شي عراضه تقدروا تضيفوا من هذا الشيء اللي قلت لكم انا. صافي البنات، هنا غادي ناخذوا الورقه ديالنا نديروها بحال هكا. غادي نوريكم جوج نتاع الطرق بالنسبه الا بغيتوا ديروا غير ورقه واحده. غادي ناخذوا واحد طرف اخر صغير نقطعوه ونديروها هنا. وغادي ناخذوا البصله ديالنا درنا البصله والبيض، غادي نديرو شويه ديال الدجاج ونديرو هنايا اللوز الفوق. وغادي نجمعوه. معكم واحده اخرى بنفس الشكل. ناخذ الورقه نحاولوا نقادوها مزيان. ناخذ واحد النصيص بحال هكا والحشوه ديالنا خصها تكون بارده. ونحاولوا نجمعوه. ونقدروا نضيفوا مثلا هنايا الزبده الا بغينا، ما نديروش الدقيق من الاحسن، الا خفناها ما تجمعش لينا نديروا الزبده.
هذه بالنسبه للناس اللي كيبغوها مدوبله. كتجي بحال هذا الشكل، كتجي مدوبله. اللي خاف الورقه تقطع عليه يديرها بهذه الطريقه هذه. هنايا البنات عطانا 20 حبه ديال البسطيلات صغيورين. انا غادي نحتفظ بنفس الكميه في المجمد، وغادي نطيب معكم غير واحد 3 ولا 4 غير باش نوري لكم على حساب التزيين. انا نقول لكم على حساب التزيين يعني يكون تزيين تقليدي بالسكر كلاصي والقرفه، او منين يطيبوا دهنوهم بالعسل ديروا لهم لوز ايفيلي. المهم التزيين كيبقى على حساب الاختيار ديال كل وحده. بالنسبه لي انا كندير نحتفظ بهم، كناخذ واحد الطويصه كنفرش لها واحد البلاستيك وكنحط وحده شويه مبعده على الاخرى. غادي ندير واحد البلاستيك غذائي واحد اخر وندير كميه اخرى. هكا نحتفظ بهم في المجمد حتى يقرب وقت الفطور. مباشره ندهنهم بالزبده ونديرهم في الفران، يعني ماشي نخرجهم ونخليهم حتى يطلقوا عاد نطيبهم. مباشره نطيبهم صافي بحال هكا واحد البلاستيك غذائي صافي ونسد عليهم وبالصحه والراحه. وغادي نطيب البنات شي حبات من هنايا باش تشوفوا الطريقه ديالهم كي كيجيو لداخل. ونرجع معكم ان شاء الله بعد ما ندخلهم الفران. غادي ندهنهم بشويه ديال الزبده وندخلهم يطيبوا. هنا البنات دهنت شويه الطاوه بالزبده، وهنا دهنتها بالزبده دايبه، وسبق لي راني شعلت الفران. غادي ندخلوهم يتحمروا ونرجع معكم ان شاء الله باش تشوفوا الشكل النهائي. صافي البنات هادو هما البسيطلات الصغيورين ديالنا اللي خرجناهم من الفران. كيجيو بحال هذا الشكل هذا. كما قلت لكم التزيين كيبقى على حسب كل وحده باش بغات تزين. يقدروا يدهنوا الوجه ديالهم بشويه بالعسل وديروا لوز ايفيلي.
تزينوا هكا بالسكر كلاصي. المهم كيبقى على حسب كل وحده باش بغات تزينهم. انا غادي نحل معكم وحده. شوف كي كيجيو. شوف البنات كتجي ديك الطعميره باينه وكيجيو مقرمشين. نتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوه مع ما تنسوناش بلي لايك للفيديو وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، وتابعوني على انستغرام دائما كنخليه لكم في صندوق الوصف. وبالنسبه لي هنايا بقات لي شويه ديال الحشوه وعمرتهم هكا سيجارات وزينتهم شويه بالفرماج هنايا. شكرا البنات على التتبع ديالكم. الى الفيديو المقبل باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.